خاف عندك نية تطلع من تركيا تعبر لليونان وتطلع بر، اسمع هذا يفيدك إلك. طلعت بال2010 من تركيا لليونان، طلعت بر. شوف شنو شفته بالطريق وشنو هاي المقبرة. دائما أنا أوصي بيها. وايد كتبوا لي بالتعليقات قالوا لي حيدر شنو شفتوا بالمقبرة وشنو هاي الحركة، احكي لنا إياها. خليني أحكي لكم واحدة واحدة. على مود يطلع عنده نية يطلع تهريب من تركيا لليونان، على مود يعرف شنو الخطورة، شنو راح يواجهه. اسمعوني، أهم شغلة هذا عوفونه اللي يسلبون بالطريق، يسلبون بين تركيا وبين اليونان، وبيهم يتعدون عليك، بيهم عصابات، بيهم اشكال والوان بالطريق، بس هذول كلهم بجنب والمقبره تلاقيك بجنب. هسه تقول هذه مقبره، اكو مقبره صايره على الحدود التركيه بس على الاراضي اليونانيه. طبعا اكو نهر صغير تعبره، اكو نهر ثاني عريض كلش، اول ما تعبره تجي لك مقبره. هاي المقبره يقولون ليش حيدر هاي المقبره دائما تقول عليها صايره بالحدود؟ كانت حرب بين تركيا وبين اليونان، اليوناني ما يطيقه التركي ابد، والتركي ما يطيق اليوناني ابد. من ذاك اليوم لهذا يومك حيل عداوات بيناتهم، وصارت حروب. وهنا صارت حرب بهاي المنطقة كلش قوية، وناس ماتت كومة. وين دفنوهم؟ دفنوهم نفس المكان. ليش؟ صارت تلة مال موتة، تلة صارت. وين دفنوهم؟ دفنوهم بهذا المكان. من دفنوهم بهذا المكان سووا لهم قبور. القبور سووا لهم اياه قبل 70 سنه. شلون؟ وهاي المقبره ما حد يزورها، وصايره على الجرف، جرف البحر النهر ويا تركيا. ليش؟ هناك صارت المعارك. هاي المقبره ووايد ارواح راحت بيها ابرياء، حتى من المدنيين، وحتى اطفال بيها. هاي المقبره عبرت من عندها يوم من الايام، قلت لكم اني بال 2010 جابنا مهربشي بالبلم يعبر خمسه خمسه، حد ما يلبنا كلنا يطلعنا. اول خمسه عبرني اني وياي ولد اسمه علي من البصره، وياي مره هي وبنتها مسيحيه من زيونه، وياي وحده صوماليه. احنا اول خمسه عبرنا. من عبرنا ذبانا يريد يجيب وجبه ثانيه، وجي هذا الحكي صار لغروب الليل. من نزلنا ما انتبهت، انا انتبهت سياج اكو سين وغابه، بس ما انتبهت شكو جوا. ليش؟ فكري وهذا كله لما السفر ومن البلم ابو عليه شلون نزلنا، شو راح يجيب الوجبه الثانيه. خايفين، احنا طالعين تهريب خايفين. ولا ما اشوف هاي المره اللي وياي المسيحيه قالت لي حيدر حيدر. طبعا انا متوجه على هذا الشخص راح يعبر يجيب وجبه ويجي. جت لي قلت لي حيدر حيدر، قلت لها قلت لي شوف هذا واحد جاي باوع علينا. قلت له وين؟ انا قلت هذا شرطي واجبه شيء ابو مزرعه يشتكي علينا على الحدود. قلت له وين؟ قالت لي هذا من بواعد، هاي قبور صايره بين الشجر. قلت لها هاي مو مقبره؟ قالت لي شكلها مقبره هاي، بس هذا شده واقف. فواحد علي شيء رسم. قلت لهم دنجوا قعدنا. قلت له هذا احتمال واحد بالشرطه، احتمال واحد من المزرعه، خلينا نقعد عندنا يجي صاحبنا يلا. المره شنو نقول له؟ والله انتظرنا، تدري لحد ما راح جاب وجبه ثانيه 10 دقائق. بس الله وكيلكم مو 10 دقائق، تقول 10 سنوات. احنا خمستنا انتهينا. تعرف شنو انتهينا؟ على البحر، منا البحر ومنا المقبره. اجى
بس الحكي شنو احنا واقفين على الجرب، قلنا اي شيء يصير يجون علينا الشرطه نشيل بالمي. حسبنا شرطه، احنا حسبنا واحد بدني، ما حسبنا شيء شبح ارواح، هاي ما حسبناها. بعدين لا عرفنا شنو هذا. اجى المهربشي، اول ما اجى جاي ينزل ركضت له اني، قلت له تعال تعال. قال لي ما اتذكر اسمه كان بوقت المهربشي. قلت له تعال، قال لي قلت له اكو واحد بالمقبره. هاي مو مقبره، قال لي هاي مقبره. قال اكو واحد، قلت له واحد جاي يباوع علينا. قال وين؟ وين جاي يباوع عليكم؟ قلنا له هذا. جبناه مكان البي وهو ما يشوفه، جبناه ليش على المكان اللي كنا واقفين بيه. رميناه شوف، شافه براسه قال لنا دلجوا دلجنا، جابنا قعدنا من النهار. قال شي يصير؟ جيتوا بالمي. قلت له حروح انا افتر اشوفها وارجع. قلنا له روح. هو هذا مقابلنا اللي باوع علينا، هو صاحبنا راح من ورا راح عليه. احنا قاعدين قلنا اي شيء يصير جاي بالمي. يعني يروح هذا الولد وقال لما نسمع صوت الصريخ، الصريخ الصريخ مو صريخ عادي، الصريخ احس هز الغابه، هز من هذا الشخص. من صار الصريخ احنا قبل ركضنا وين؟ ركضنا على الماء، قلنا خلاص اكو شيء صار. بقينا حايرين اما ما يمكن صريخ قوي، قلنا خلاص هذا اكو شيء. صار هدوء. من صار هدوء احنا انتهينا، قلنا لو الشرطه جاء سولفوا وياه وسمعنا، بس هذا صرخ وسكت. المرة وياي وجابوا 5 ويانا، قالوا شنو الحل؟ قلت لهم والله ما اعرف. الحكي احنا قاعدين عبرت 10 دقائق، من يجيبنا من يكمل طريقنا، وبس هذا. بيني وبينهم قاعدين، قلت لهم هذا خاف صار شيء وفز، صارت عنده فزه وصرخ وخربط. خلينا نمشي نروح نشوفه. ما حد ما يقبل يجي وياي، بس انا اروح. مراد روحي مقبره، رب حلو مقبره يا مشقه، ما تشقى ويا واحد مقبره، غير يجوا وياي 2 3. خليني اصير اول واحد، انا ما عندي، بس انا مرة اروح وحدي. وهذا المهربشي وطريقه يوميه رايح وجاي وصرخ. اني خوز زلمه طب بالمقبره عمي، صدق تحجون احنا خوز زلمه نطب مناطق قويه، بس مو نطب المقبره. الله وكيلك هي مقبره مال زلم. اريد واحد يجي وياي نشوف هذا شنو صار وياه. اجوا 2 وياي، 2 قالوا احنا نجي، بس انت تمشي قدامنا احنا نمشي وراك. قلت لهم ما يخالف. السيم والسيم مشقق، لازم نطب من جوا، نطب على المقبره من برا. نفس الطريقه طلع صاحبنا، بدنا نطلع من عنده. والله اتذكر هاي المواقف ابكي، صدق ابكي. فيديو ترى اعذروني والله ما كفى الفيديو، راح انزل لكم جزء ثاني غير هذا ان شاء الله، انتظروا. ما طولت كم ساعه انزل جزء وراه. اعذروني والله ما كفى. وصلنا اللي جاي، جينا طبينا السيم وشفنا الشغلات اللي ما شايفها بحياتي كلها. بس تنسى على مود اكمل موضوع هذا القلب دوسه. اي دوسه القلب، بس تبخل على القلب، دوس القلب. وجو فوق القلب اكو زائد، دوسه يا اخوي دوسه. خليني انزل لك شغلات، خاف لك نيه تجي، راح تشوف شوف السير قدامك، وشوف الشغلات المو زينه. اليوم مو كل واحد يقول لك تعال وطريق زين طريق سهل، لا، لو ما شوف الصعوبه ما تقدر تجي. مثل ما قلت لك دوس هذا الزائد وخلي على الله.